اول شيء بدي اسالك قديش عمرك؟ 23 سنة. 23 سنة. وعمرك في ملاعب كرة القدم؟ تقريبا 7 سنين درجة أولى. 7 سنين درجة أولى. طيب كم مباراة لعبت حتى الآن يعني لحد هلا كم مباراة؟ أنا أعتقد يمكن 130 مباراة ما شاء الله محلية ما شاء الله، وحوالي 50 أو 60 مباراة، ما بين 50 و 60 مباراة دولية. طيب محمود فاكر كم هدف مثلا سجلت؟ يعني الحقيقة ما اقدرش احسبها بالظبط كم هدف سجلته، لكن انا عموما بسجل دايما الاهداف بتاعتي، لكن حاليا مش حافظ بالظبط الرقم اللي انا سجلته، لكن برضو بالتقريب حوالي 150 جول. 150 جول. طيب سبب اختيارك للرقم 10 شو هو بالضبط؟ يعني يرجع لاسباب كتيرة. يمكن اول فنان لعبت بيها في حياتي وانا عندي حوالي 12 سنة كانت رقم 10، ولسبب اخر انا يمكن رقم 10 برضو في اخواتي. وبعدين لا احنا 12 يعني ربنا بقى يزيد ويبارك. ما شاء الله. وبرضو اول فانيلا الناس عرفتني بيها هي من 10، واول فانيلا لبستها في النادي الاهلي برضو كانت رقم 10. فده يمكن الرقم، وبعدين بتفائل جدا برقم 10 كمان. فده يمكن ومولود في شهر 10 كمان. فده يمكن يعني حاجات بتفائل بيها عموما، ودوت اللي خلاني برقم 10 دايما. المباراة الدولية اللي انا افضلها او ليها ذكرى معينة عندي ممكن اقول مباراة اثيوبيا. هما مباراتين اثيوبيا، مباراة في مصر ومباراة في اديس ابابا. المباراتين كانوا في اولى تصفيات كاس العالم الافريقية. وده يمكن انا بعتز جدا بالمباراة ديت لاسباب، منها انها مهدت الطريق لمصر انها تصفي في كاس العالم في الدول الافريقية. حاجة تانية ان انا يمكن يعني كسبنا في المباراتين 5-1، وانا اللي سجلت ال5 اهداف. ما شاء الله. فدي تبقى بالنسبة لي ذكرى كويسة قوي. يمكن اللعيب اللي انا اعجبت بيه جدا الحقيقة، وفعلا لعيب كورة كويس قوي، وينج رايت بتاع تونس تميم. ده لعيب الحقيقة كويس قوي. ودوليا؟ لا دوليا في لعيب اللي انا بعتبره مثل الاعلى، و ده يمكن اعتزل الكرة من زمان، وهو دي ستيفن. ده يمكن الوحيد اللي انا استفدت منه كتير جدا، وكنت اتمنى ان انا اشوفه على طول في ملاعب. ده طبعا في كفاءات اخرى ولعيبه على مستوى عالي جدا زي مثلا بيليه وكرويف. طبعا دولت ما حدش يقدر ينكرهم يعني، لكن ستيفن بالذات كنت احب